اخر حلمين معانا اللي بتحلم ان جوزها طلقها وتقوم من النوم مش طايقاه، هو طبعا مظلوم. طب بص عايزين نعرف الناس بص النقطه هو دي. الطلاق معناه عزله، بعد منها ايا اه كان بقى. العزله دي ممكن يكون مرض اه يصيب المراه، فبالتالي تعتزل زوجها. تمام. تمام. واعتزل النساء في المحيض. فهي لو شافت مثلا انها حائض او حاجه، فده معنى كده ده بالفعل فرقه. لا انا بتكلم انت مثلا امم حلمتي ان جوزك اتجوز عليك وسابك، بعد مش الشر. انت بعد الشر. انا بتكلم في ناس كتير اه كده، اه يعني انا كذا مره مراتي تقول لي حلمت انت اتجوزت عليه ده وتزعل معناه ان انت تاخد هتجيب موقف. بنت، هتجيب بنت، هتخلف هنخلف بنت. بنت، يعني اي واحده يا جماعه اه تحلم ان جوزها اتجوز عليها ما تقومش هتجيب تتخانق بنت. معايا، هتجيب عروسه. تمام. اه طيب واللي تحلم، احنا كده فاضل حلم اخر حلم، تمام. امم اللي جوزها اتجوز عليها هتجيب بنت، تمام. ايوه واللي تحلم انها حامل في توأم. حلو. توأم ده، توأم ده مسؤولية هتلقى على كتافها، خصوصا لو كانت متجوزة. يعني ايه؟ لو واحدة بنت مش آنسة اه شافت انها حامل في توأم، مش حلو ليها، معناها مشاكل ومصايب ودنيا وكلام ايه في ده؟ يعني العرض، مش ممكن حلو. والله، اه يعني لو بنت لا مش وحش، متجوزه وحش. الحمل وحش للبنت طب لو بنت الآنسة. متجوزه وحلمت ان هي في توأم. حلو ده بقول لك مسؤولية داخلة عليها، بس مسؤولية محبوبة. يعني مثلا داخل عليها زيادة مثلا في شغلها، زيادة في شغل زوجها، اه سفرية، داخل عليها حاجة فيها إضافة اه زيادة حاجه مصلحه ليها يعني. طبعا. اخر حلم